المعارض بمدينة القنيطرة ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ حميد شابار مهرجان خطابي حاشد نظم المكتب الجهوي للحزب لجهة الغرب شراردة بن حسن لكي يشكل المحطة الأولى في سلسلة التظاهرات السياسية والفكرية والثقافية والفنية، واللي قررت قيادة الحزب تنظيمها في مختلف جهات المملكة، واللي غادي تمد إلى غاية 11 يناير 2015. تميز هذا اللقاء بتكريم عدد من المناضلين الوطنيين من طرف قيادة الحزب. هاد المناضلين اللي بلاو البلاء الحسن من أجل الاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وطننا روحي فداه ومن يدس حقوقه يذوق رداه دمي له روحي له وما ملك في كل آن بالحرية جهادنا حتى نراها والتضحية سبيلنا إلى لقاها بالحرية جهادنا حتى نراها والتضحية سبيلنا إلى لقاها وحسبنا إيماننا هو القوى هو الأتان لا نرهب كيد الأعادي لكن نزد تفانيا في الاعتقاد لا نرهب كيد الأعادي لكن نزد تفانيا في الاعتقاد إلى النجاح أمام تقدموا بل البلاد نبعث فخار قومنا بالاتحاد إلى الأمام تقدموا بل البلاد نبعث فخار قومنا بالاتحاد بحزبنا وحزبنا نعيد فخار بالديار صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي الأمام تقدموا بل البلاد صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي إلى الأمام تقدموا بل البلاد ورضيتم بحزبنا ورضيتم بحزبنا يحيى الوطن العام في عرضه السياسي الهام اللي ألقاه بالمناسبة أكد أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال كتحرص كل الحرص على التجديد والانفتاح مع السير على درب النضال اللي رسمه زعيم التحرير علال الفاسي والرواد الأوائل للكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن القيادة الجديدة كتعمل بالليل والنهار من أجل تقوية هذا الحزب لكي تعتبر ضمير الأمة وصمام آمال الوطن وقلعة النضال في سبيل تحقيق العزة والكرامة للمغاربة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الأخوات المناضلات، الإخوة المناضلين، في البداية أبدأ بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سعيد جدا أن أكون اليوم بين مجموعة من الأخوات والإخوة مناضلي جهة الغرب الشراردة الذين جاهدوا وكافحوا منذ سنوات، أي منذ تأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال كتلة العمل الوطني سنة 1934، وأجدادنا وآباؤنا يناضلون في هذه الجهة العزيزة علينا من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. سعيد كذلك لأنني ومجموعة من الأخوات والإخوة في قيادة حزب الاستقلال من لجنة تنفيذية وبرلمانيين وبرلمانيات وأعضاء اللجنة المركزية حاضرين في هذا اللقاء الجهوي الأول لإعطاء الانطلاقة لاحتفالات حزب الاستقلال بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيسه، وكذلك بمناسبة العشرية المقبلة 2014-2024 اللي حزبكم حزب الاستقلال الآن يدرس عن قرب وبعمق إعداد برنامج إن شاء الله للعشرية المقبلة، لأننا نريد الخير لهذا الوطن، وكذلك لأننا داخل حزب الاستقلال داخل قواعدنا لنا خريطة طريق واضحة بالنسبة للمستقبل. هذه الجهة كما قال الأخ عبد الله كانت انطلاقة الأولى بداية سنة 2012 من أجل خوض معركة حقيقية آنذاك، هي معركة الديمقراطية الداخلية داخل حزبنا حزب الاستقلال، وكانت البداية من هذه الجهة التي أكن لها كامل الاحترام والتقدير. كذلك اليوم ننطلق من هذه الجهة في لقاءات ستشمل إن شاء الله كل جهات المملكة في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب. نحن اليوم في بداية سنة 2014، هذه السنة التي ستعرف بدون شك احتقانا اجتماعيا حقيقيا، ستعرف نقص خطير في القدرة الشرائية لكافة الشعب المغربي، لأن هذه الحكومة والتي شاركنا فيها وكلنا أمل في بدايتها من أجل إنجاح التجربة النموذج للمملكة المغربية عبر إصلاحات سياسية وديمقراطية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب الأحزاب السياسية بعد خطاب 9 مارس 2011. لكن مع كامل الأسف وبعد مشاركتنا في الحكومة في نسختها الأولى وبعد مرور سنة من التجربة، قدم حزبكم حزب الاستقلال مذكرة إلى رئيس الحكومة، مذكرة اللي شرحنا فيها بعض النواقص والاختلالات اللي تعرفها التدبير الحكومي، بعض النواقص لأن لاحظنا أن هناك عدة نقط وعدة قضايا أساسية اتفقنا عليها داخل البرنامج الحكومي، ولكن بعد مرور سنة اكتشفنا أنه لم يحقق ولم نحقق ونحن في الحكومة أي نقطة من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان المغربي، وحزبكم لعب دورا أساسيا في إعداد ذاك البرنامج. لاحظنا أن هناك تراجع في كل شيء، تراجع الناحية الأخلاقية أولا، لأن هذه الحكومة بنات برنامجها على تخليق الحياة العامة، ورفع حزب العدالة والتنمية اللي هو الحزب الحاكم الآن
شعار محاربة الفساد ومحاربة المفسدين، ولكن مع كامل الأسف بعد مرور سنة اكتشفنا أن رئيس الحكومة هو من كبار حماة الفساد والمفسدين في هذا الوطن مع كامل الأسف. كذلك من ناحية المكتسبات، الشعب المغربي عبر سنوات من الكفاح، سنوات من النضال، سنوات من الاعتصامات والاحتجاجات، سنوات من ملتمسات الرقابة، سنوات من الإضرابات العامة التي شهدها المغرب بعد الاستقلال. حقيقة أننا عرفنا انتكاسة أولى في انفصال 1959، لأن الحركة الوطنية التي حررت الوطن كان لها برنامج وكانت لها أهداف سامية سجلتها وثيقة 1934، والزعيم علال الفاسي آنذاك رحمه الله في السن 24، وكذلك بعض المجاهدين اللي ما كان السن ديالهم يتعدى 19 سنة. إذن بالنسبة إلينا هذه المطالب لا زالت قائمة إلى الآن، ودورنا كاستقلاليين واستقلاليات أن نطلع عليها كل المؤرخين وكل الباحثين في تاريخ المغرب، بحيث كانت مطالب مهمة قدمها الوطنيون إلى المستعمر الفرنسي. إذن هذه المكتسبات اللي قدم الشعب المغربي ضحايا السجون المغربية، قدم ضحايا عن طريق الإعدامات، وقدم ضحايا وشهداء عن طريق الاغتيالات. مع كامل الأسف لاحظنا أن هناك تراجع خطير من طرف هذه الحكومة وإجهاز حقيقي على كل المكتسبات التي اكتسبناها بدمائنا وبأرواحنا وبشهدائنا وبالاعتقالات التي شملت مناضلين في كل المناطق المغربية. كذلك هذه الحكومة كل ما حققناه داخل الحوار الاجتماعي مع الحكومة السابقة، وخصوصا الحكومة التي كان الشرف لحزب الاستقلال أن ترأسها في شخص الأمين العام السابق الأخ عباس الفاسي، التي وبكل افتخار يشهد الآن كل المغاربة والتاريخ على أنها كانت حكومة ليعرف في عهدها الحوار الاجتماعي الحقيقي، واللي حققنا مطالب للمعطلين، مطالب للشغيلة، مطالب للموظفين، ومطالب لفقراء هذا البلد وللمتوسطين وكذلك لأغنياء هذا البلد. لأن حزب الاستقلال دوره كان دائما هو أن يستفيد الشعب المغربي من تدبيره لشؤون البلاد، ولهذا كل هذه الملاحظات وغيرها. كذلك من الناحية الاجتماعية لاحظنا أن هناك تدهور الآن في القدرة الشرائية، وخصوصا بعد ما كانت الزيادة في شهر ماي أو أفريل ماي 2012 في المحروقات، واللي كانت درهمين ودرهم، واللي أثرت على وسائل النقل، أثرت على الخضر والفواكه، وأثرت على معيشة الشعب المغربي. وحزبكم كان عنده من داخل الحكومة رأي آخر، واعتبرنا آنذاك أن الزيادة في الأسعار هي خط أحمر. هذا هو حزب الاستقلال. إذن من بعد ما قدمنا المذكرة وجالسنا رئيس الحكومة في عدة لقاءات، شنو يمكن لي نأكد لكم كممارس كأمين عام لحزب اللي هو الحزب الثاني في انتخابات 25 نوفمبر 2011، ولكنه الحزب الأول داخل البرلمان المغربي، لأن البرلمان المغربي بغرفتين. لما تنجمعوا الغرفة الأولى والثانية، حزب الاستقلال عنده 116 مقعد، وحزب العدالة والتنمية عنده 107. يعني نحن هما الحزب الأول داخل الحقل السياسي المغربي. إذن في كل نقاش اللي كان مع رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يمكن لي نقول لكم بين قوسين وليست مزايدة، هي واقع معاش، أن الإنسان
تربى في واحد الجو ديال الشيخ والمريد داخل واحد الطريقة أو حركة دعوية اللي تيجي في الظلام وتيدير واحد الخطاب ديالو كيفما كان، والمريدين ينصتون إلى الخطاب ولا يناقشون الخطاب ولا يعارضون الخطاب. تربى لسنوات، إذا يرفض الحوار ويرفض النقاش. حزب الاستقلال هو الحزب الذي حارب الاستعمار بكل قوة، بطائراته الحربية، بدباباته، بالعسكر الذي كان يتمتع بقوة عالمية هي فرنسا وإسبانيا، وطنجة كانت محتلة من طرف دول أجنبية ليس من طرف دولة. حاربها حزب الاستقلال. بعد الاستقلال حاربنا المفقير في قوته الذي قال يوما ما أنه سيغتال علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال يوم الجمعة والناس مجمعة، ولكن تم اغتياله هو وتم قتله هو لأنه كان خائنا. إذا نحن دائما الخونة نتصدى لهم بكل ما نملك من قوة. إذا مثل هذه الخونة وعلى رأسهم كذلك دريس البصري الذي حاول أن يقضي على حزب الاستقلال بفبركة أحزاب إدارية، بفبركة أحزاب كرتونية، ولكنه لم يستطع أن يتغلغل داخل حزب الاستقلال، لأن الاستقلاليين والاستقلاليات مؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو حزب الاستقلال. لأن حزب الاستقلال لمرجعيته إسلامية وتأسس من علماء القرويين. وأنا ما تنقولش لهاد الناس لا اللي في مصر ولا اللي في تونس أنه إخوان مسلمون، نحن المسلمون الحقيقيون. هادو إخوان مفسدون مع كامل الأسف، لأن المسلم لا يقتل المسلم، لا يريق دماء المسلمين. وأنت أخويا هو السلطة، شكون هي هذه السلطة؟ هي الحكومة. واش الحكومة طلعناها باش تدير الأمن في البلاد وباش تحرص على الاستقرار وباش هي تحمي الشعب، ولا هو تيتهم القايد والشيخ والبوليس ما ضربوش الناس باش ما يدخلوش لعنده الاجتماع؟ حنا مرحبا يدخل كل شيء للاجتماع، حيت حنا تنمثلوا الشعب الخوت، ما جيناش نصوتوا الشعب، ما جيناش نطلبوا من البوليس يدخلوا يضربوا المواطنين. اللي جا بغى يناقشك عطيه حقه في الحوار. شكون راه تيجي لعندك؟ تيجي لعندك المعطل اللي حرمته، تيجي لعندك الاستاذ اللي شهر وهو مرمي في الرباط في الشتاء والبرد وانت تتقول له غادي نطردك من العمل ديالك. تيطلب حقه، عنده الاجازه ديالو يعطيه حقه. واش تيطلب؟ تيطلب حتى شي حاجه. تلامذ اليوم راه ما خرجوا للشوارع في كل المؤسسات التعليميه. علاش؟ لان تتخرج واحد البرنامج كان صالح او غلط، ولكن ما تتناقش مع المعنيين، ما تتناقش مع المعنيين. ماشي مقبول، ماشي معقول. ناقشوا مع الاباء، ناقشوا مع الاساتذه، ناقشوا مع المجموعه اللي تتمثل التلامذ. أن الحمد لله تلامذنا أساتذتنا الآباء متفهمين، مع العلم أن التربية والتعليم مع كامل الأسف هذه الحكومة ما عطاتها حتى قيمة. تصوروا الخطاب الملكي ديال 20 غشت كان كله على التربية والتعليم، كله على التربية والتعليم، لأن الحماقة ديال هذه الحكومة والتصور ديال هذه الحكومة في التعليم هو تصور ضد إرادة الملك وضد إرادة الشعب. لأن 40,000 وليداتنا تيخرجوا سنويا، ولكن هو خرج واحد المذكرة اللي خلقنا فيها مشاكل داخل الأقسام. ولهذا الآباء والتلامذ خصهم يتريتوا. حزب الاستقرار راه تيدافع باش داك المذكرة لقاو لها شي حل، ويبدا الشرح مع الأساتذة مع المديرين مع الآباء باش نلقاو الحل المناسب. لأن ذاك المدرسة العمومية خصنا نحتفظوا عليها، لأن الفقير ما تيلقى إلا ذاك المدرسة العمومية، إلا ذاك المدرسة العمومية. هو غير تقول له مطلب من المطالب تتشوش. هذه اللغة اللي كاينة كانت عند مرسي في مصر وما زال، اللغة اللي كانت عند الغنوشي واش غنهضروا عليه، شنو هو الفرق وأوجه التطابق ما بين مرسي وبن كيران وما بين الغنوشي وبن كيران وما بين هاد الناس كاملين.
اللي هما في واحد التنظيم دولي واللي باغيين يخلقوا لنا شي حاجه اللي عمرها ما غتخلق من دابا يمكن آلاف السنين، واللي هي مستحيله لان العالم تغير والعالم تطور. لان شنو هي المشكل ديالنا حنا؟ ماشي صندوق المقاصه تيدي لنا الفلوس بزاف، المداخيل. باش تكون مداخل عندنا شنو تخصنا؟ تخص المستثمرين والشعب يثيق في هذه الحكومه. كيف هذه المعامله والناس تثيق في هذه الحكومه؟ مستحيل. لا الداخل ولا الخارج خصو يثيق فينا. وجا البرلمان نهار 3 وقال لك صافي حنا وقفنا الديون باش تعرفوا الكذب، لان يتقنون فن الكذب. واحد النهار كنا مع السي مزوار في الحوار الاجتماعي الاخير، قال لي الازمه دخلت دابا راه ما كاينه زياده، واسبانيا راهم نقصوا من الحد الادنى للاجور 5%، ديك الساعه كانوا نقصوا 5%. جواب بسيط، قلت له اعطيني 1,200,000 ديال الحد الادنى ودي 50% السي مزوار. راه الراجل عنده 1,200,000 وتقول لي نقصوا له 5%، اعطيه لهاد الفقراء حد ادنى للاجور ونقص لهم. ولكن عندك 2,200 درهم غاش غتنقص له. ولهذا الازمه بدات في عهدنا، ولكن حنا درنا برامج استعجاليه في جميع القطاعات، حركنا التنميه. صاحب الجلاله جاب المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بدات الحركه في المجتمع، وكانت الزياده في الاجور واخرها 600 درهم اللي جاب نكيران من بعد في برنامج في التلفازه وقال خصني نزول 600 درهم. راه تيزولنا 600 درهم دابا عن طريق الزيادات في الاسعار. علاش حركنا البلاد؟ لان العمل كان بانسجام مع المؤسسه الملكيه، لان كاين تكامل ما بين الحكومه والمؤسسه الملكيه. ولكن هادو والأجور نسيتوها. إذن بالنسبة إلينا حافظنا على صندوق المقاصة وكنا تنعطيو 57 مليار. هادو دابا ردوها غير 35، يعني من 57 ل 35 شوفوا شحال ديال الفرق. 5 في 17 هي 22 مليار ديال الدرهم، هي 220 مليار ديال السنتيم الفرق بيننا وبينهم. في عهدنا شنو تيقول لك؟ هو تيقول لك في 2000 وفي 98 كان البترول ب 25. حنا في وقتنا في 2000 بدايه 2009 وصل ل 157 دولار، دابا راه غير 105 106 107. ولكن حنا باش حلينا هذا الاشكال وحافظنا على الشعب المغربي ونمينا البلاد ونمينا مع المغاربه بالزياده في المداخيل. شحال سلفنا حنا في 4 سنين ديال الديون؟ 42 مليار درهم في 4 سنين. 2 عقلوا على الرقم. ولكن تيجي الخلفي وتيقول لا في السابق 500 480 مليار ودابا 120. شنو تيجمع لك 480 ديال من الاستقلال الى اليوم باش يدوخ الامه سيدنا محمد؟ حنا 42، هما في سنتين دابا 125 مليار. يعني لا كملوا لا قدر الله، لا قدر الله الا كملوا الولايه ديالهم غادي نوليو في 1000 مليار وغيولي المغرب كله غيتباع للخارج. هنا غادي نرجعوا للكذب. داخل البرلمان قال حنا ما غنسلفوش، لا غد ليه بان الوزير ديال الماليه تيوقع على 2 تقريبا مليار و800 مليون درهم ديال القروض، عاود 2 مليار درهم. هو 3 تيقول ما غنسلفوش. الان الموظفين ديال البنك الدولي هما اللي ولاو يسيرونا، ما بقاش عندنا السياده الماليه. اذا هذا الخطر شنو هو؟ كاين ارهاب فكري من طرف الحكومه، تهديد يوميا للمعارضين ديال الحكومه بالافتراءات والاكاذيب، واخرها ما قال ابن كيران في البرلمان على تهريب الملايير للخارج، في حين انا هو اللي جاب القانون ديال عفى الله عما سلف. البارح تيقول الشعب المغربي ذاك المهربين وذاك المفسدين غادي نجيب فلوسهم ونفرقها عليكم. اليوم قال لهم عفى الله عما سلف، فلوسكم حلال دخلوها غير ب5%. حزبكم عارض، قلنا اللائحه خصها تنزل ونعرفوا هاد الناس علاش هربوا فلوسهم ومنين جابوا هاد الفلوس.
بالطريقه باش جابوا هاد الفلوس، وإلا هرب شي واحد بغى نقول له الله يسامح ندخلوها كلها للشعب المغربي، لأن هذه أموال الشعب ماشي أموال ديالك السي بن كيران. ولكن السي بن كيران عنده حساباته، راه ما دارش هادشي باش يعفي على منخرطين في أحزاب أخرى ولا على مغاربة، باش يعفيو راسهم هما، باش يدخلوا أموالهم هما، لأن حركة الإصلاح والتوحيد عندها أموال كبيرة في الداخل والخارج. هذا هو اللي خصنا نفهمو. الحزب ديالكم ما بقاش ساكت، مشينا للمحكمة وقدمنا دعوة قضائية، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية. شنو المطلوب اليوم؟ خص عبد الإله بن كيران يجي للمحكمة ويجيب اللائحة، وإلا عند شي واحد فينا شي فلوس في الخارج يديها ويعطيها للشعب المغربي ويفضحنا، الله يفضحه ويفضحنا لا عنده شي واحد. ولكن نبقاو نهرجوا في مؤسسة دستورية اللي هي البرلمان حرام. إذا هنا فين تنجيو؟ أن هذه الحكومة من بعد ما تشكلات ب 39 وزير، قال هو اللي داير استقرار في البلاد، وهو اللي وقف الحركة 20 فبراير، وحنا دخلنا في فبراير، وقال أنه هو اللي دار الاستقرار في البلاد، وهو اللي خرج الناس من الإدارات اللي كانوا معتصمين داخلها. واليوم تتبعوا كاين الاعتصامات يومية، ولكن الشعب المغربي شعب مربي، شعب مخلق، الشعب تيحترم المؤسسات ديالو، والشعب المغربي غيقول كلمته في صناديق الاقتراع. هادشي اللي بغينا، في صناديق الاقتراع خصو يعاقب هذه الحكومة اللي تجيب هذه القرارات لا شعبية. ولهذا شنو هو دورنا حنا؟ من نهار فاش خرجنا للمعارضة أي دائرة تتعاود إلا وتربحوها بإذن الله. علاش؟ لأن الشعب عرف علاش خرجنا من الحكومة اليوم، وكل نهار تزيد القناعة ديال الشعب المغربي.